بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا جماعة بقى هنا اوضة الحضانة اللي انا بربي فيها الحاجات الصغيرة، فمجمعة فيها البط والوز اللي هما كانوا طالعين لي من 20 يوم. دلوقتي بقى انا الاوان ان انا هفرق الوز عن البط، عشان ما ينفعش اسيبهم مع بعض، لان الوز لما بيكبر شوية بيلقط ريش البط. فهننقلهم بقى الوز لوحده والبط لوحده، وهنبدأ بقى نخفف. هما دلوقتي بياكلوا علف، لسه علف بادي. هنبدأ نحط لهم عيش وكده كده بنحط له برسيم. فهننقله بقى ونرجع له. كده بقى البط بقى لوحده، ونقلنا الوز اهو الأوضة التانية. ده وز جعفر العمدة، فاكرينه؟ ما شاء الله عليه، شايفين بقى؟ ما شاء الله عليه. بيموتوا في البرسيم والعيش. مش هنأكله بعد كده علف خالص، مش هنأكله ولا برسيم وعيش. حطينا لهم البرسيم والعيش هنا بقى. والنبي يا جماعه ما تنسوش اللايك هو اللي بيرفع القناه. بيعشق البرسيم. خلاص هما ارتاحوا في الاوضه بتاعتهم اهو بقى، خلاص عايشين حياتهم اهو. هنا بقى البط انتخ خالص في مكانه. ده الوز البط اللي كان طالع. خلاص بقى ارتاحوا من الوز. هما لسه هنا بياكلوا علف بادي 23. هنبدأ بقى أول ما يكملوا شهر. هما لسه ما كملوش شهر. أول ما يكملوا شهر هنأكلهم بقى. هجيب لهم شكارة واحدة خشنة، يعني علف 21، وبعد كده هقطع لهم معيش عادي. أنا ماشية معاهم يا جماعة بنظام الطقات، يعني ما بحط لهمش الأكل على طول قدامهم عشان يجوعوا وياكلوا كويس. بحط لهم الأكل يخلصوه خلاص، أحط لهم غيره لو عايزين، وبعد كده اشيل بقى الباقي الفايض لغايه لما تيجي الطاقه، يعني زينا فطار غدا عشاء. ونظام الطاقات ده ما شاء الله بيكبر البط قوي ما شاء الله يعني. وان شاء الله هنبقى مع بعض في الدوره دي، وهتشوفوا الاوزان هتبقى عامله ازاي. كله بألف هنا وشفا. طبعا الوز ده من البرسيم ده من مكان الوز. لو الوز هنا كان زمانه ما خلاش عود، انما الوز بقى راح الاوضه بتاعته التانية. هنملى بقى السقايات بتاعتهم عشان خلاص هما هيبيتوا. بس بقعد جنبهم لغايه لما اعرف عايزين علف تاني بحط لهم. لو فوضوا خلاص بعدوا بقى عن الاكل وفوضوا اكل، خلاص بشيله من قدامهم عشان اجي تاني يوم او الطاقه اللي بعديها احط، يبقوا جعانين زي كده وياكلوا ويشبعوا، يملوا الحصاله بتاعتهم ويبان عليهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.